أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا من لا يحتاج إلى العسير، فإن تسهيل العسير عليك يسير. سهل علينا بفضلك وكرمك يا ميسر. ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله ويا رب العالمين. الدرس دهاية جمل جامي. مفرد الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. مفرد مفردا لسر هرسي حركات داجي في اوي بقى خبر بده ام مفرد، وهو ام مفرد ام مادة هاني من ام مادة هاني بقيدة مجرورة يا منصوبة يا مرفوعة. ام مادة چونکه قاوه کو ديت ام مجرور جيب بقري نابت ام مرفوع جيب بقري نابت ام مرفوع بقري نابت ام مجرور جيب بقري، وهو ام مادة هاني ام لفظي هاني اما مجرور يا مجرورة يا مجرورة مفردين. ده مجرورة جي على أنه صفة لمعنى بناء لسر كدبا صفة معناه معناه جتدي تقديرا مجرورة باللامية لسر تقديرا كأم مفردين بخينا دما دبا صفة معناه. تمام بابا. ومعناه حينئذ معنى مفرد حينئذ دم المجرور بخينا بكن صفة جمعنا إرا ما لا يدل جزءه على جزء معناه على جزئه. ما لا يدل جزءه على جزئه الذي تنابجي ما لا يدل جزء نابي على ليه ما لا يدل جزء لفظه على جزء معنى على جزئه يعني على جزء معناه. دمك معناه ماكية تشتكي كدلالتنا ك جزء لفظي ومعناه على جزئه لسر جزء معناه مفرد اف او معنى كجزء لفظي و دلالتناك لسر جزء معناه. أريرون يا شعبين معلومة مفرد يعني بنش قسمة مفرد بنش قسمة شوا إسا وجد وديتيه دبي وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء المعنى. تمام؟ دور دا ورق يعني أري اللفظ ذاك شكل لكن معناه ما قال يكه. تمام كلمة إجا كتبه تدي جزء لفظي دلالتي سر جزء معناه ناكه دفرد أساس بينج قسم درتين الميدان. دور دا إذا مون الطلاب دبي وهو أعم من أن لا يكون له جزء دي عام ترجبيا كو
ام بيجي لفزيرة تدي قاء جزء تنبه جزء تنكي حتى دلالة كسر جزء معناي كق علما تق الكرة كي تشيبو تنابي داني ق يفق حرفك تني ها جزء اللفظي شو جزء تنك حتى سر جزء معناي بك سرسري لاوي تبكي سرنقي لاوي تبكي ناك أو كان له جزء لا لمعناه يجي لفظي بيرا جزء همه معناه يراتنه ديسا كاتشوا اللفظ جزء اللفظ دلالة كسر جزء معناه ولفظ النقطة تبيجي النقطة دي أليف نون قاف طي تي جلفزيرة جزء هي تمام أما معنوي دبن نهاية الخط نهاية خطي بالتعبير كدن جزء لا يتجزأ أو برشك إيدي ها ناي تقسيم كرن ناي برشك كرن إيش معناه راتنا حتى جزء لفظي دلالتي سربك أو كان له جزء ولمعناه أيضا همش لفظي رهبة جزء همش معناه رهبة نبرة هي أما ولا يدل جزء ذلك اللفظ على جزء معناه تي جزء وي لفظي دلالتي سر جزء معناه ناكد وقت مثلا بك الإنسان إنسان أو فإنه لفظ لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه تمام ما إرادة كلمة يعني جزء اللفظي دلالة سر جزء معناه هناك إنسان ألف نون سين ونبكو أجزاء بيده معنوي حيوان ناطق ألف دلالة حيوان ناطق نون دلالة سر ناطق ناطق نه فإن الألف منه مثلا لا يدل على الحيوان والنون منه لا يدل على الناطق تمام أبجي مفردة قسم السلسية أو كان له جزء دال على معنى يعني يا جزء لفظي راج ديما جزء هي معناه راج هي جزء لفظي دا سر معناه دك معناه كيدك أريه لا على جزء المعنى لكن لا على جزء المعنى المرادي ده سر جزء المعنى مقصود هناك وك عبد الله تديك علم به عبد الله علم به بنرى عبد الله علم به علم سرته جنك تحت سرته أما عبد دراسر عبوديتك الله دراسر ألوهيتك أما دلالة سروي معنى كمراده دي كتي أو شخص معلم بيه دلالتي سرويناك تمام كلمة ليه عبد دراسر سريتناك الله دراسر شعبتناك مثلا تمام بابي يجي دمج الجزئيرة يعني لفزيرة جزء هبه معناه راجي هبه أريه ودلالتها جزئين سر معناه هبه أري كلمة أي سر معناوي أما الدلالة وشاغلنا مرادة كلمة دلالتها لسروي معناه مرادة ديس الله وكي تشيبو تنابي بداني حيوان ناطق حيوان ناطق أولوية إنسان حيوان ناطق هل قدر يعني معنى هي ودلالتها سر معناه هي وري حيوان ده حيوان تيتك ناطق ده ناطق تيتك أما كلمة دلالتها سر في معناه مراده شيكي مراد تدي حيوان ناطق نجز أكيشتيه
حتى امبيجر تي دلالت السر هب دلالتها دي هم جزء هب جوان را هب دلالتها هب دا سر معناه وهم او دلالت مراد به ها او دلالتها سر معناه نه مقصوده ابو قسمه بينجانه demek ki مفرد بنج قسم وقت ما قلت ها اجا ايكو ام هر بنج قيد تدا هبن او يا كالمن اجا نمفرده اري كالم او يا جردين مركب جردين مؤلف ومركب تمام هذا فردا تدري ومعناه حينئذ معنى مفردين وقافي يعني قافي بجرب بخندن بصفته معنى ما معنى ماكية يعني عبارتش معناه ايش معناه كيه كلا يدل جزء لفظه دي دلالتنا كجزء لفظي ومعناه او لفظ الدلالة كسر ومعناه على جزئه لسر جزء معناه تتنابج على جزء لفظه ها شكي قابت وربيجي لفظي را لفظ لازمتي نه ديما جزء لفظي دلالتنا كالسر جزء معنوي تمام بابي إجا كصفته معنى به دور دا لغورا اللغات مشكلاكي إشكالك درتي ميدان بروبلمك چی هو بروبلم هاني ملا جامي دبي وفيه دبي كونا مفردن وصفته معنى به صفته معنى به أنه شأن حال يوهم أنه يأف الذي كونا صفتياوي جمعنا إرا يوهم يوقع في الوهم يوقع في الذهن واقع ذكر ذهن مدى شو واقع كمفعول يوهم أو هم يوهم بابي أكرمه أن اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب حال الوضع إذن كذا قبل الوضع يعني أبيض دقات بكن هناك عالم صار قبلية تجي معنى دكن أما على قايم قبلية تدك عالم شو قبله بتشنا حال الوضع أو قبله بكن حال الوضع أما بقى معنى بكن تدي فائدة أو دري الميدان يوهم أن اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب أمس كلاوة التركيب استطرادية بتبع إفراده ذكر كذا حال الوضع حال وضعه لما اللفظ هاتيه دانين جمعناه كي يكون متصف بإفراده حال وضعه وقت بتخوص ديني وشان متصف بيبي أري وليس الأمر كذلك أما اللي فكر دلون هيك نقاو هاي تمام شكي فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب اتصاف معناه بإفراده أو بالتركيب تي ما قول ذكرى تركيبي استطرادية إنما هو بعد الوضع أنجح دبه دبشتي وضعي ده كالم هي وضعاتك كنج معناه لفظ هيجا تدي كام مفردة كام مركبة هيتي اتصاف كرن بمفردتي ومركبتي دي بشتيك ورية فينبغي أن يرتكب فيه تجوز أول شيء لازم تدا بارتكاب كرن باستعمال كرن بسوار بون بآنين تدا مجاز بالأول
مجازي بالأول. أول مصدر آل يؤول، يعني باعتبار ما يؤول إليه، يعني ما يرجع إليه، يعني جبوك شبارة وورا ببه هما أنا قوتي. تمام؟ قوتي معنا مفرد نزيلي وي وكما يرتكب في مثل من قتل قتيلا. ده حديث شريف ده. من قتل قتيلا فله سلبه. ايكو بري قتيل مقتوله. اي كشتي ايكو كشتيكي بكوجه القرى الظاهر كشتيكي بكوجه اما كشتيتين كشتن ناي كشتن ده ادفرداجي باعتبار ما يؤول اليه سلا ما يقول لبلا نتيجة دبي كشتن هماش انا دا جر قوتيه قتيل هاتيه قوتت قتيل فلو سلبوا الظالم يعني شوري وجلي وتشتي عايدي عايدي شخصي او ايكوي كشتيه جوي رانك قال ابلا تشيبو ليه ابيا اني اعصر قال القران مسألة تمام سورتها كيجا سورة ديني بينه تمام والمجاز هذا البقرة آل عمران يوسف يونس أريه إبراهيم عنكبوت ياسين طه يعني تمام همن إنانيا وهبه سورة نافذ سورة قرآن ده مجاز مرسلة قال أما دور ده مجاز مرسل ذكرى جزئي إرادة كلي يا تسمية كلي بنافذ جزئي تمام ما بالله لعلاقة بر علاقة مشابهة باستعارة مشابهة به أو يا مجازي مرسل إن كان بيستو تشار علاقة جمارتنت مجازي مرسل ده غير مشابهتي إن كان بليه سرياسي إجواناجي مثلا تسمية كلية بناء جزئي تمام بابي من يا ذكرى كلية إرادة جزئي يا ذكرى محلة إرادة حالة يا ترسيوان تمام بابي تمام وان راتي قوتن مجازي مرسل أمسر ورسرف وفيه يوهم نقطة أساسية نقطة مزد تدي ما قو تيدا هي كونا مفردين كوبا مسيفتي معنا أفياد دا وهم كده أفياد خزي هنا مرف دلوقتي معنا شو بالتصفيب إفرادي بيه وتلفزي جيراتان تمام وهم هانش كردتي يعني بناء سر قاعدتي فيها شو خبر ناب وهم نابه تمام إجا لاري دبي وذلك أف إهامة هاني سبب كنت دا وهم كرم بمرف أري ثابتة كائنة لأنك عبارة زورة لأنك إذا عبرت عن شيء بما فيه معنى الوصفية وعلقت عليه به معنى مصدريا إما في صيغة فعل أو غيرها هي الجواب فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لا بسببه. طيب بناء شبه مرف خيب بك الجورة قاعدة مرف مشتغل نه أجي بناء على سر قاعدة دي ورقوت تدا الإهامة هاني هيك ولأنك زي معنى بكم تجيبكم معنى عبارة عن غفور جزانب إذا عبرت عن شيء قاضي كنت التعبير بدي جبيش تشتكي بما فيه معنى الوصفية بتشتكي
كتيدا معنى وصفيته به معنى مفرد نه تيتفرد معنى وصفيته نه معنى مفرد او معنى صفته ومعناه مفرده ده التعبير ده دي باش معناه ما في تشتيفا تشتكي نه بصيغة كتيدا معنى وصفيته هي تيدا معنى وصفيته هي لمعنى مفرد وعلقت به معنى مصدريا وتقريدي بيبا تعليق بكي ببيبا طيب وين معنى كنت دي بوي تشتك تدا معنى وصفيته هي تعليق بكي بمعنى مفردين بعد فردا معنى مصدريا معناك مصدري معناك وضعه او معنى مصدري وضعه ده جاء معنى أبي قاعدة عامة أندبن وضعي وكلي معنى مفرد ده كردا بدروم أبا تمام قيش إما في صيغة فعل تدفر صيغة فعل هذا وضيعت بشي وضيعة نه أو غيرها يا غير صيغة فعل تتخاذي بشكل اسمه فعل نه تخاذي بلا مصدر رتبة أقابل كنت قريدا بيما فهم منه في عرف اللغة ديما تفعل كرن جي دو عرفة لغتا أريها بسي دو عرفة لغتا كأن ذلك الشيء أو شيء أول تريك ما قلتبه أو شيء كنت تعبير ذا مش بشوية أو كي اللفظة كي كنت هذا معنى وصفيته هبو معنى مفرد وأن ذلك الشيء أو معنى هاني أريه موصوف بتلك الصفة ديما موصوف بصفته حال تعلق ذلك المعنى به بحاله من حاله نقول قبلنا حال تعلق ذلك المعنى به بحاله تعلق ومعنى يكون وضعه به يكون معنى مفردا لا بسبب دائما نب سبب وتعلق كالم نب سبب ها ده ورا كالم نب سبب وتعلق شيبويه تعلقات دي وضع لمعنى مفرد وكالم اري اجا ندفر ذات تانية كالم يعني قلب جيادات قرآن داجي أبدلوا مهاني عين زمان هيجي مثلا تدي هدى للمتقين لقاتك هدى للمتقين عينا جلد أول ده حاشية شهاب لسر تفسير قاضي بيداوي لسر في آية هانيكم جو هدى للمتقين عيني في قاعدة جاريتك قاعدتك ما أنا قو ذي سببك يهمونه في قاعدة جاريتك دبيتش كرتوي استبنا خوينم دبي لأننا نقول إذا عبرت عن شيء بما فيه معنى الوصفية عيني تدي عبارة قاعدة تدي وكمن وعلقت به معنى مصدريا مطلقا أبيقو مطلقا إيه عبد الغفور تيقو تشب شكلي تشد صيغة فعلية دابه تشد ند صيغة فعلية دابه أري أما بيجي تجيوي لقو مطلقا يعني بشكل صيغة يدبه برابه فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة حال تعلق المعنى به ذلك المعنى به لا بسببه أري حتى ذرا عيني عبارة لمسألة تيتبه فإذا قلت ضربت مضروبا من ضربت تي هاتي اللي ده الشخص التعبير ده ايش بيشوفه بمضروبا مضروبا معنى وصفية تتداهي تكشنت عليه كريا بيما ضربي أبدر بشكل كده تانية
شكل فعل ده فعل والله رختانية وريه ففهم منه أنه موصوف بالمضروبية حالة تعلق ذلك المعنى به بحالة تعلقه معناه بكلمة أري دمك وش ورش دمك حالة تعلق المعنى لا بسببه نكو بسبب ضربة تبي المضروب قلت به يعني ضربته مضروبا نه دمك أو بري مضروب اشترى في يكي دم نشتبه أري فإذا قلت ضربت مضروب فهم منه أنه موصوف بالمضروبية حال تعلق ذلك المعنى به نوره مضروبا فهم منه أنه موصوف بالمضروبية بضرب آخر حال تعلق ضربك به لا بسبب ضربك إياه نجم الضربات تبي مضروب لما بري مضروبة هنكي دمبوية كالب مضروبة هنكي دمبوية يعني على كل حال أبقى عيدة هاني بهنك جيه دداجي مربكارة شوابك تطبيق بك أري بابي من شبه إن شاء الله حتى إجا في عبارة هاني هنكي عالم الدم تدي بألفاظ كم يا بألفاظ زيادة أري كلمة دبش أري إجا دبي وإنما قال يوهمو بيقول يوهمو شو بقولت أبا ليش ما صار شكلي قلت خواه ما عملت دي وقت زعفتي كي تداهية ومع أن القاعدة تقتضيه اقتضاء بينا قاعدة خوازة خوستك شق قاعدة ورد خوازة ولظهور المراد هنا قلت لكم ظاهرة معنى مراد بردا دمك أنكم سبب وضعي طيب معنى أمزانك كشبو قرينة تذيك واي الدفردة بسبب وضعية أريه أم معنى عن الظاهرة لو ما قول يوهمو بشكل قطعي نكل شيء مو شرط صارف هي يعني صارف هي إنسان تدي جوي قاعدي دزفرين كالي إن شاء الله تشيبو على كل حال أبجي قاعداكي خوشبو لسر كونا تدي كو مفردين تدي بدا صفتي معنى حتى برها تفعل إذا تقول كما يرتكب في مثل من قتل قتيلا من قتل قتيلا تمام يعني من قتل من شارف أن يكون قتيلا شارف تيكون نزيك قتله معنى وره بطريقة مشارفته بطريقة مشارفته أما نزيك بيه تديكو بي كشتن رونيا شعبه إذا مرداجي جبويكو تدي اوي ببه معناه ببه مفرد تمام هماش آنا دا قوهاتي دانين جمعنا مفرد إن شاء الله تشيبو دمرداجي دي مجازي بالأول هي إجا قربان والله لسلفي حديثي قال لك جيه دداجي يعني نقل من نقل توب كرنا بري يعني ترجيحة هنك عالمة سوق تجوز مجاز ند فرده هي دبي ند حديثي داهي لأن مجاز ند فرده هي ند حديثي داهي أريه شواكو مثلا خدي امتحان بركي دي امتحان ده ويبخو إفادتك دبين ند حديث ده مجاز هي ند في هذه عبارة هذا هي قال حتى أو هذا دبين لأن زمان وقوع نسبة الوضع واتصاف المعنى بالإفراد بل بالمعنوية واحد شو زمان يحكي
فيكون حقيقة حقيقة وإنما يكون مجازا لو كان وجود الإفراد قبل زمان الوضع. أنجح دبو مجاز أجر أو زمان إفراد بري زمان وضع دابانا وليس كذلك. نه دروب جنبي هواي لي وقتك وضع شيء يشغل معنا مفرد ثم مجاز تنه شو وقتك كشتي ويشخ مقتل يعني أثناء كشت شغل مقتل يعني ده حالي ده إيجابي كابتن بيج أو بكم أريه أم بيجن مجازة إيجابنا قال لك عالم تجي يعني مجازية تبتدأ قبول ناكن أريرون يا شعبين إجا على كل حال على كل حال دفرداتي مفردين كريا صفته معناي أب كونا مفردين أريه وصفته معناي به أبي ترجيحة منطقية منطقي مفردين كصفته معناي معنى مفرد لبلي نحوي دكن صفته لفظي منادى دقات أتذكرك لجم نحوية مفرد صفته لازل شكش لفظي مش داخل لجم منطقية صفته معناه رونيا شعبي أو شو أو مرفوع على أنه صفة للفظ تيوكا ما قلت نحوية قلت يا جيتي بيجي الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد برفعة بخوي أتاك برفعة بخوي نجي على أنه صفة للفظ فهمت للفظ بعربة محكي الكلمة لفظ تنبيجيها وتقولي بيجي صفة للفظين رعاية حرف جرد كداخل السلبية تبكي أقل دي صفتي لفظ به أو لفظي مفرد بنا نحوية نحوي دبيجن إيوتشاخ ومعناه حينئذ معنى مفردين قابل كبه صفتي لفظ رفعي معناه ما أريكالن ما لفظكية إيوتشاخ بيجي ما عبارتش لفظي لفظك لتكن صفة لفظي لفظك لا يدل جزءه دلالتنا كجزء ولفظي فنتنقل لا يدل جزء لفظه تبقى جزء لفظه لفظي را لفظ لازم ده أري ولا يدل جزءه جزء لفظي دلالتناك على جزء معناه لسر جزء معناه لسر جزء معناه إن شاء الله تشيبو بشتيك وربة أم مفردون صفة لفظ به بند صفة جيرة وضيعة يكشي مفرد إجا ثم يكي تي بجملة فعلياني يكيجي مفرداني نقل فايدة كي تذهب نكتة كي تذهب أريرون يا شعبي جاد ولا بد حينئذ من بيان نكتة لازم وقاضي يعني قاضي مفرد مرفوع بخوين بكن صفة لفظ من بيان نكتة بيانا نكتاكي نكتة تدي أو معنا ظريف خشك كب فكري داتي ميدان بقوتها فكري نه داتي ميدان ياجي أو فائدة دقيق هي أنجخ دي بفكرة دقيق داتي ميدان جنكت الأرض نكتنه نكت الأرض نكتن تدي كنت دارك بقري دستيخو أو تدي هما تشغل عرديخي
أري جوي معنى يجي نكت تديك الأرض إذا التقط الحبة دي قال يقراك اللي باقنن جعردي هلينا قلي بنادنا جاء في علاوي نكتة ينكتو باب الضربة يضربو او جمعوين نيكات تها تمام بكسرة نوني ننكات دين جانت بين نكات ومعانيه هنك تخوين هاي نيكات ومعانيه قال لكم ضمانو نبه تبيجي نكت بألفي نكت جمع نكتتي يا حلدا تقول أصلي خذها نقطة بيضاء في السواد أو سوداء في البياض تمام إجا أساس أو مسألة أو معنا كورة خشك كنت تدرخستنج كلامي بالتدقيق نظري تدقيق فكري فكرة كور أبجي بردك علي إذا ولا بد حينئذ من بيان نكتة مش بيان نكتة كده حكمة كده فائدة كده في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية بإيراد وارد كرنا يعني ذكر كرنا آنينا يجهر صفتها بجملة فعلي وضيعت وضيعة والآخر مفردة دي إدجي مفرد إدجي دي مفرد بخو مفردة نجملة لازم بيانا نكتة أو نكتة شيء وكأن النكتة فيه أريه أظنك نكتة تيدا دبي إرادة يكجي وصفينا جملة فعلية يكجي مفرد نكتة تيدا التنبيه خبر كأنه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد تنبيه هي شيء كرنا إيقاظة يعني بدأ فهم كرن كو وضع دبيشيا إفراد كو وضع دبيشيا إفراد وضيعه بجملة فعلية وفعل وجه ماضي لأنك جبوا بدأ فعل كرن ما بدأ هشيار كرن هم فيانه لأنك وضع مقدمة يصير إفراد كما حيث أتى به بصيغة المضي هي مصنفة أتى مصنفة يعني إتياني كر بي يعني آني بصيغة المضي هذه يمكن نسخة بركي بصيغة الماضي ولا بل غلطين مضي صيغة مضي بصيغة المضي مصدر المضي يعني دارت بألف لام مضي هذه كلمة مصدر جمضة يمضي اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء بمضي المضي ما دام المضي ما ضم ضادين بدل كل كسر بمجانسة تامية يا محافظة المضي إذا كو أفجات إذا فكر مجهول بينه قلت هي بصيغة المضي أي بخلاف الإفراد ده إفراد بمفردتي أنا إفراد بمفردتي أنا إن شاء الله تشيبه بلي إجا بشتيكم صيغة ماضي أني دي صيغة ماضي دلالة السر زمان نه زمان إهات استعارة كرن صيغة سبقة زماني دي پیش کردن از زمان دا جبو سبقه رتبه
جبو سبقة رتبة راش ليش برا استعارك لكن رتبة وين بيشة كانت إن شاء الله تشيبو يعني بتعبيرك كدن هات استعارة كرن أو تشتك دلالة كرسة تقدم الزماني نه كصيغة وضيعية هات استعارة كرن جبو دلالة لسة تقدم الرتبة را سانك رتبتان لبيش وضع إن شاء الله تشيبو وأما نسبه حقيقة نسبة مفردا تبيجي مفردا وإن لم يساعده الرسم الخطي أجد شخص الرسم خطي إني في ساندني مساعدا هذا بيجي رسم خطي قاعدة خطي معنى قاعدة تمام قالب ليه مثلا قابل كنت واقف بكل سنة ورا قلت أنا مفرد مسألة البيجي إيه قابل كنت منسوب به ليه مفردا يعني أليف أول بريد تبقى أليف واقف بكل سنة ليه جاء قاعدة ختم مساعدة نادى فيها نادى نورة مساعدة نادى جبالكم نادى وين لم يساعده رسم الخطي يقول شاد كورة بجي فعلى أنه حال من الضمير المستكن في وضعه بناء على سر كتب حال ضمير مستترة دو وضع ذكر أو من المعنى يا حالة جمعناي يا حالة جمعناي تمام بابسي تيجا معناه نكيرة كا دي حال بيانا هيئتها فعلت يا مفعولتك ها كان معناه أن بيجي مجرورة تدي كاتب النابة أبي أعمل سر خبر دن إجا احترازك كدن تدي ما قوم كذا حالي ضميره وضعنا مفردا حالش ضميره وضع إجا كجائزة أجرت بيجي أجا حال بانا والكل كاي بانا نه تدي ضربت قائما زيدا ضربته قائما جبوك حالش فعله بريت الكل كاوي دهاتي أبجي أجر حالش جبانا مثلا تيوهاب قلت أنا الكلمة لفظ وضع مفردا لمعنى تيوهاب قلت أنا إجا أبدبت أنبياء قبولناك عندي هر جيدة أنبياء قبولناك أري بابو ده هر جيدة أنبياء قبولناك حتى هنك علماء دي رعاية رتبة حالة كله دي رتبة حالة مؤخرة همش فعلة همش مفعول شيء إن شاء الله أقل شهادة قبول بكل شيء أقل وين قرينة النبي تشكي دلالة سربكته إذ بدها هي كلام أري وذو الحال شيء يعني قرينة النبي كذو الحال كي جاية التباس بيه كنا وفعلوا مفعول إذا شيء كي جا ذو الحال وين شغ أقل أم بيجل حالش فعله بقدر كله كلام جو التباس شيء أما تبدأ قرينة هي كلام أم زانين ها كم مفردان بالنسبة لغيري كم بفع حالج وضعارة تنكال مثال يعني حالجي يعني التباس تنه كم بيجي بتشكيد راك ذنب كم بيجي حالج وبني هذا عابسي يعني لا لازم هرجي ده حال لكيله كازو الحالة الجنبي هرجي برده أو من المعنى يا حالج معنى ده تابي تفرد شيء يكون ذي حالج معناه ها دمل سر كنت جائز دنا حالج نكيري الصح أوه جمهور ذي حالج نكيري رانا نه أما هنك ذي حال جائزة كنت نكيري راجل دمكي بيجي متابعتها قولي وانكري جاك بتبع الشارحين في تجويز الحال عن النكرة من غير اشتراط ده شرط بتخصيصاوي كتشي ببش بو إذا بصير حالجة يقبل بلكي معنى النكرية معنى نكرية يا حال ذو الحال قام يكون نكرة به لازم مقدم السرب
لمية موحشا طللو شرح القطر وانا سيوتي وانا وخن لمية موحشا طللو موحشا مقدم ويسر طللو أجيك ما دام نكيري قالك مقدم يسرم وانا شو ذو الحال نكيري أم بدأ إجام لك نه كنا ذو الحال كنا كذبة وحال مقدم سرببة كنا مجرور به كنا ذو الحال مجرور به وكذب بردا تمام أما مطلقة بيجي مقدم سرد به أبيا شقا ذو الحال كذبة و قال حال مقدم سرببة أبيا أنقبول ناكد شايفو فيما أو من المعنى تبع الشارحين في تجويز الحال عن النكيرة من غير اشتراط كما سيذكر لا يقال لو كان حالا منه لقدم عليه لأن صاحب الحال نكيرة لأننا نقول هذا إذا لم يكن صاحب الحال مجرورا فأما تقديمها عليه مطلقة فممتنع عند أكثر البصريين كما يفهم من كلام المصنف في الإيضاح أري رؤيا جام أري كما دايما بحال قال بيانا هي فعل يبكي ومفعول يبكي أري قل فإنه معنى المجرورة قل فإنه مفعول بواسطة اللام أري أو مفعول بواسطة اللام مفعول به غير صريحة أري قال إجا ووجه صحته دي وجه صحته وقوع مفردا كبب حال دي تشج ضميرة وضيعة تشي جمعنا أبدا أن الوضع ولا حتى خوا يعني أوكي مش كست يعني ووجه صحته أن الوضع وإن كان متقدما على الإفراد وضع تشندي مقدم يرسل إفرادي بجي وقف كان بحسب الذات بحسب ذات لكنه مقارن له بحسب الزمان أساسا كل وجه صحتي أجي جواب سؤال مقدر جواب سؤال مقدر دري قرأ زمان حالي وزمان عاملي وي قرأ يكتب شو كنت كتب داشي وخونديه إذا بردوان يك تي وضع تقول بيشه وضع لبيشه أجل جواب أبيض دبي وجه صحته أن الوضع وإن كان متقدما على الإفراد أجل شندي مقدمة سر إفراد بحسب الذات في ذاته وضع البيشه لكنه مقارن له بحسب الزمان لكن مقارنته بإفراد ردك مقارنة بإفراده بحسب زمان لقورا الزمان وهذا القدر كاف في لصحة الحالية المقدار هاني كافية يتلية أما مقارنة الزمان تاني داجي هبه بس جبو خاطري وحال وله تمام يعني حاصل وضع اگر چندی مقدمه سر افراد بد ذات خدا رتبه خدا نورك مقترن هبرا او افراد ده زمان دا اب اقتران زمانی کافیه جبو خاطر صحتا حالیت را وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين